تاخد كام معلقه سكر في اليوم وتبقى في الامان. هو السكر سم ابيض؟ لا يا جماعه، السكر مش سم ابيض ولا حاجه. المشكله مش في السكر، المشكله في طريقه استخدامنا للسكر. يعني لو انا خدت السكر بكميه صغيره وجوه السعرات بتاعتي مش هيبقى فيه مشكله ولا حاجه. المشكله كلها بتظهر لو حولنا السكر ده لكل اكلنا وشربنا. يعني من الاخر السكر مش وحش بس برضه مش ملاك. طيب المفروض تاخد كام معلقه سكر في اليوم وتبقى في الامان؟ منظمه الصحه العالميه قالت انت ممكن تاخد لحد 10% من السعرات بتاعتك سكر. وده برضه مش سكر ابيض بس، ده العسل وكل المحليات اللي عباره عن سكر. ال 10% من سعراتك دول قد ايه؟ يعني لو انت بتاخد 2000 سعر فانت ممكن تاخد 50 جرام من ال 2000 سعر دول سكر. يعني بمعدل 10 معالق. ال 10 معالق دول ال 10 معالق الصغيره خالص وتكون ممسوحه. طب هنكتفي بده بس؟ يعني هناخد 10 معالق سكر في اليوم وخلاص؟ لا، الاحسن ان انت تقللهم ل 5%. يعني تاخد 5 معالق سكر بس ممسوحين في اليوم، وعشان خاطري خليهم كمان 3 معالق. يعني لو انت بتشرب كوبايه نسكافيه وبتحب تشربها بسكر معين، ودي كوبايه الواحده اللي انت بتشربها في اليوم بس بتحط فيها معلقتين 3 سكر، اشربها مفيش مشكله. ولكن مش هروح اشرب 5 و6 كوبايات نسكافيه وشاي وقهوه كلهم سكر زياده على مدار اليوم. كده انا بعمل كارثه، وكده السكر بقى سم. ما تضغطوش نفسكم في الدايت، لان الضغط النفسي والستريس بيأثر على نزول الوزن. فلو المعلقتين 3 4 سكر اللي انت هتاخدهم في اليوم وبس هما دول اللي هيخلوك مرتاح نفسيا وبتشرب كوبايه الشاي او كوبايه النسكافيه بمزاج، اعمل ده مفيش مشكله. وبس كده. انا دكتور ندى عادل ودي واي كوب كلينيك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.